كل حاجة موجودة في التنمية البشرية لا تغني عن العلاج النفسي ولا العلاج الطبي. أي حد يجي لي روح للدكتور الأول، روح له اعمل أشعة، الدكتور يقرر هتعمل إيه. زي ما ممكن الدكتور يقول لك عاوزك تمشي شوية، وده اللي أنا بقوله على فكرة، وأتمنى ما حدش يزعل مني في الحتة دي. أنا بقول الفرق بين الدكتور العادي والدكتور الجيد والدكتور الممتاز والدكتور الرائع. وأنا بدرس لمؤسسة الأطباء في مونتريال، وحتى بلد من البلاد العربية كان السيد وزير الصحة موجود وكان أعلى مستويات. قلت لهم في فرق بين الطبيب العادي والطبيب الجيد والممتاز والرائع. الطبيب العادي اللي أنت بتقوله له يجيك عليه حباية، ولا عمل لك أي حاجة، ولا عمل أي تحليلات، ولا يعرف عنك بره. النهارده أنا عايش في كندا بقالي أكتر من 33 سنة. لو دكتور ادالك حباية من غير ما يعمل كل ده وتعمل لك أي حاجة، بتتسحب منه اللايسنس، لأن النقابات دلوقتي بدأت تتخلى عنهم. قال لك شخص صح. دكتور ديباك شوبرا النهارده من أكبر علماء العالم في التنمية البشرية، دكتور جراح قلب كارديولوجيست، نزل في أستراليا وكان معاه دكتور وين داير، وقال لهم السنة اللي فاتت 1,380,000 بني آدم ماتوا في العالم لأنه راح للدكتور. الله، إيه الكلام الخطير ده؟ قال لك ما في ناس بتشخص غلط، مين مسؤول عن دول؟ مش معنى كده ده مش مظبوط. فانا بقول لك ده الدكتور اللي يلا تجي روح مديك حبايه واللي بعده. لكن الدكتور الجيد يعمل لك اشعه، يعمل لك تحليلات، يطمن عليك. الدكتور الممتاز يسالك عن نشاطات حياتك، بتعمل ايه؟ عايز يعرف تاريخك، يبدا ينظم لك وقتك، يحط معاك الوقت المناسب. الطبيب الرائع يطمن عليك، يكلمك في التليفون وتحس ان كله لك اكنه هيبكي معاك. بتبص تلاقي الفرق بين كل واحد والتاني. لان انا جيت لك كمريض، فانا في حاجه جوايا مهمه جدا، انا خايف مش عارف انا عندي ايه، ما عنديش معرفه. فانا جيت لك وسبت لك نفسي بين ايديك، فهتتحاسب امام الله سبحانه وتعالى حساب عسير. فلو عندك قدرات تديها لي وما اديتهاليش هتتحاسب عليه، عشان بس عايز حد اسرع شويه. فهنا تبص تلاقي الروعه في كده. هقول لكم حاجه، في تكساس 7 مستشفيات عملوا بحث عشان يشوفوا طلبات المرضى ايه. فكانوا فاخرين اول حاجه العنايه الطبيه. تفتكر كانت ايه؟ اول حاجه العنايه الشخصيه. قال لك يعني ايه؟ قال لك المريض خايف لدرجه عاوز تعتني بيه الاول، طمني عليا، عدي عليا، قول لي اخباري ايه، انا كويس وفي ان شاء الله في امل باذن الله، طمني عليها الاول. قال لك طب وتاني حاجه؟ قال لك العنايه الطبيه. قال لك وثالث حاجه؟ قال لك العنايه الغذائيه. قال لك واخر حاجه؟ قال لك الفلوس. لما الانسان يتوجع الفلوس اخر حاجه، لما يخرج الفلوس اول حاجه. فتبص تلاقي الفرق بين الاثنين. اول ما يخرج يدور على الماده ويدور على الفلوس، والفلوس طاقه ارضيه هتشدك لتحت. طب وايه الطاقه العاليه؟ الطاقه الروحانيه. اول ما تخش المستشفى تبدا الطاقه الروحانيه تبدا تزيد وتبقى اخر حلاوه. طب والطاقه الماديه بتختفي. انا خد كل اللي في جيبي. انا في وقت من الاوقات لما جات لي جلطه وانا لا بدخن ولا بشرب ولا وبلعب رياضه باستمرار، لما دخلت المستشفى الدكاتره قال لك انت مش المفروض تكون هنا، ما عنديش ضغط عالي، ما فيش سبب، لكن السبب عند مسبب الاسباب. وانا في وقتها لما بقول كيف تتعامل مع تحديات الحياه ودخلت المستشفى، وقتها حسيت كان عندي صداع غير طبيعي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حاجات كتير ممكن استخدمها ان انا ممكن اضيع صداعي. بس الاول بشوف الدكتور، طبعا مش حاجه عضويه انا ممكن اضيعه بالتنويم بالايحاء، في استرخاءات معينه، في نماذج معينه. لكن حتى انا اول ما تحصل لي حاجه على طول اروح دكتور عشان اكشف. فالدكتور على طول ملوش بديل، مفيش حاجه اسمها بديل، في حاجه اسمها مكمل. فانا اقول لك العلاج المكمل مش العلاج البديل. البديل مع كده انا بلغي الدكاتره. ففي الحالات دي حاولت اعمل حاجه لنفسي مش عارف. رحت المستشفى، في دكتور هناك كان مستشفى من المستشفيات قال لي خد اسبرتين ما عندكش حاجه. رجعت تاني وده التشخيص الخاطئ. والراجل ده لو كنت انا قضيته كنت وديته في 60 داهيه. اللي حصل بعد كده الصداع ما بيروحش، وربنا ما يوريك الصداع مش صداع، عارف بتخبط راسك في الارض من كتر الالم والوجع، مش طبيعي، عارف خلاص هنفجر، دماغي هتنفجر. وبعدين من هنا رحت الدكتور تاني. الدكتور قال لي انا شاكك في حاجه وهخليني اعمل اشعه بسيطه. وفي ثواني لقيت الاسعاف بره مستنياني، ورحت نازل على مستشفى ثانيه اسمها مونتريال جنرال هوسبيتال اللي هي المستشفى الكبيره جوه مونتريال. والاسعاف ودتني هناك وعلى العنايه المركزه، وفضلت هناك 6 ايام. عملوا لي الMRI واكتشفوا ان عندي جلطه وبتنفجر في كل حته في مخي. والتاني اللي قال لي خد لك اسبرنتين، لو كنت استنيت نص ساعه تمام كنت مت. ايه السبب؟ عادي. ايه عادي؟ طبيب ما عندوش ضمير، قال لك ده شويه صداع خد لك اسبرنتين. لو كان حط الوقت اكتر من كده، لو كنت انا حصلت وعيلتي كانت رفعت القضيه كانت حطيته في السجن، لان موت حد ما خدش وقته. دلوقتي بقى وانا قاعد هناك بصيت لي الدكتور كان اصل صيني، دكتور من اصل صيني كندي صيني. هو داخل كده بيقول لمراتي، بيقول لها لو عدى عليه 24 ساعه يعني انا مش هنبدا نعالجه لان ما فيش فايده، مش كنا نعرف نعمله حاجه دلوقتي خلاص انتهت. فانا بصيت كده وانا متألم جدا. قلت له بتكلمني
انا ما بدخنش، فاكر؟ انا اللي بلعب رياضه، انا اللي حلو. ممكن اجيب لك كام واحد من بره، اخد لك واحد منهم. وانا بستغرب ازاي جيت هنا وليه جيت هنا وانا قاعد هنا. بقى خدوا بالكم، اول ما تحصل لك مصيبه هتلاقي نفسك لوحدك، خصوصا في الامراض. هتلاقي نفسك في المستشفى لوحدك، حد لو حد بايت معك في نفس الغرفه مش هياخد منك الالم، مش هياخد منك الوجع. معنى ايه الكلام ده؟ خد بالك من صحتك، خد بالك من التدخين. الناس عماله تدخن بعبط، انا بقولها وسامحوني في دي، لان لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات بتسبب سرطانات وبتسبب جلطات وبتسبب عجز جنسي وبتسبب الفشل الكلوي وبتسبب الزهايمر وبتسبب باركنسون، بلاوي. غير انها حرام. تعمل ايه لنفسك؟ مع عمال يشرب لكن ما بيقيمش انها ممكن توديه فين. ما حدش عايز يروح هناك، لكن عاوز دي، لكن مش عاوز تروح هناك. لكن لو تلاقي تروح تكشف والدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئه، وشفنا بعض الفنانين، شفنا الناس اللي بنحبهم، مع ذلك الناس ما بتطعس، يطلع برضه يدخن ولا كأنه سمع حاجه. انت حر. على كل حال، زي ما كنا انا وصلت لك شويه معلومات، وهناك بصيت لقيت الدكتور خلاص بالليل كلهم سابوني، كنت لوحدي، ممنوع حد يكون معايا، كلهم روحوا وانا فضلت قاعد لوحدي. وانا قاعد لوحدي بصيت لولد صغير، كانت حوالي الساعه 11 ونص 12 بالليل، وجاي لي ما زيدش عن 6 7 سنين، وبعدين بيقول لي ار يو ابسيت، يعني انت متضايق؟ انا خلصان. قلت له امشي امشي امشي، متضايق؟ امشي، اللي جابك هنا. فقال لي انت متضايق؟ قلت له مش هيمشي. قلت له طبعا اكيد، يعني فاكرني جيت هنا بزغرط ان جيت هنا، فرحان مش قادر استنى ان انا جيت هنا، طبعا متضايق. قال لي لازم تتقبل هديه. لقيت الولد الصغير ده بيتكلم كده، قلت له تعالى. من مين؟ وانا مش قادر. قال لي من الله سبحانه وتعالى. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى يبعتنا لبعض في الوقت المناسب، تكون انت قاعد متضايق وتفتح كده التلفزيون تلاقي حد يقول لك حاجه بيكلمك انت، دي هديه من الله سبحانه وتعالى. تفتح الكتاب تلاقي حاجه بتكلمك انت، هديه من الله سبحانه وتعالى. زي ما بقول لك ازاي واحد عمال يحلم يقول يا رب هل انت جنبي؟ جاله في المنام قال له شويه هوا، ريح جميل يخبط خدودك بلطف جميل، احساس رائع وخشوع وحب. حد يكلمك، تفتح التلفزيون تلاقي حد بيكلمك انت، تفتح كتاب تلاقي خط هنا. كل دول انا بعتهم لك بس انت مش واخد بالك. كل دول هدايا من الله سبحانه وتعالى بس انت مش واخد بالك. زي واحد طلع فوق الجبل، وطلع فوق الجبل يقول له يا رب املاني حب، يا رب املاني حنان، يا رب املاني تسامح، يا رب املاني. جاله الصوت قوي كده من بعيد قال له انت بتتملى كل يوم بس انت اللي بتخر، تتملى تخر، تتملى تخر، ما تظبطهم عشان تعرف تمشي كويس في الدنيا. ولقيت نفسي قاعد في المكان ده وانا مش عارف انا ليه هنا. ويومها بالليل بعد ما الولد ده مشي قال لي تعرف الولد ده على فكره قبل ما يمشي اداني درس رائع. قال لي انا عندي سرطان في المخ ويا دوب انا واقف، بكره عندي عمليه احتمالها 1%، وانا يا دوب ماشي. انا بس قلت ازورك، وانا اي حد جديد باجي اتكلم معاه. لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايزني اكون لعيب سله كان خلقني 7 متر، لكن خلقني صغنن كده عندي سرطان في مخي عشان خاطر اكتب الكتاب ده، كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيره. تاني يوم الولد مات، لكن ما ماتش لان ساب الكتاب ده. الكتاب ده اترجم ب 32 لغه وباع اكتر من 16 مليون نسخه عشان العيال الصغيرين يقروا الكتاب ويحسوا